تعالوا بينا نلمع تلميعة رمضان. انا غسلت الكوبايات والحاجه من جوه. يعني ايه اسمها تنظيفة رمضان، واحنا كل يوم ايدينا في الحاجه. بس هو ايه، هو مطلوب كده، هو بيقولوا كده، بيقولوا ننضفوا رمضان، معرفش ليه عمالين يقولوا لنا بصوا اهي. والصواني قربتها عشان لزوم الاكل، الرز المعمر والجلاش والبشاميل والحاجات دي. على فكره احنا عملنا اطعام في دار الرعايه للرجال بدون مأوى، بس الجماعه اتكسفوا. طبعا احترمنا رغبتهم، ما صورناش حاجه. ماشي، غسله الحاجه. خليكم معايا. لا طب انا ما عنديش رشح، انا كل شويه اخد حقنه واعيط وانا قاعده مع العيال ويدوني الحقن واقول خلاص هخف وما خفش. لا مش زعلانه، مش مساله زعل. هو بصي هقول لك على حاجه، المواقف سيئه خالص، بس انا كمان انا بيجيلي سخونيه، بقالي اسبوع بتجيلي سخونيه وتروح. اتاري دي من ايه؟ من البلغم اللي في اللي هو اما بيبقى فيه كحه كده. قال لي كحه بتسخن، الدكتور قال لي كحه بتعمل سخونيه. ما التهاب ايه بقى؟ ما انا عندي التهاب في مناخيري، عضله طول السنه عندي التهاب في مناخيري طول السنه، بس هو ممكن يكون نشط. عارفه انت هم كحوا قدامي في البيت، عيانين كحهم، فانا جالي ايه؟ جالي، قولي معايا، جالي برد. فجالي بلغم على صدري بقى، مانيش عارفه اعمل ايه. بقيت باخد مضاد حيوي لسه اول يوم، بس طول الاسبوع باخد فتوقه من الشكشيك. فانا مش فايقه، انا بعمل الحاجه، مين؟ ما حدش هيعمل لي حاجه لو انا فضلت عيانه. انا اللي بعمل الحاجه عندي. ما هي جت يا ستي، بس جم بقالهم 15 يوم بس. هو يعني لما انا اقعد عيانه مين هيعمل الحاجه يا ام مريم؟ جم بقالهم 15 يوم. ان شاء الله تسلمي. ده هو بس الناس مانيش عارفه، في حاجه غريبه الايام دي والله، كله كده. انا عماله اسخن، تجيلي السخونيه وتروح. يقولوا لي انت عندك الالتهاب هو اللي بيجيب لك السخونيه بتاع صدرك وبتاع مناخيرك. لا ما اروحش كميات وزفتات، هو هياخد وقت ويروح. انا جبت لسه علبه مضاد حيوي جديد. لا ماشي، ما هي دي نتيجه الكحه. مرات خالي كانت ممرضه كبيره، قالت لي دي الكحه هي اللي جايبه البلغم ده، هو اللي بيسخنك.